السلام عليكم. النهاردة هنعمل الكنافة بالكريمة بطعم خرافي، والطريقة سهلة جدا وبجد بطعم مميز، أحلى كمان من الكنافة اللي بنشتريها من المحلات. أول حاجة هعمل شربات الكنافة. في حلة بحط كوبايتين من السكر وعليهم كوباية من المية، ومش بقلبهم خالص بالمعلقة عشان الشربات ما يسكرش. وبحط الحلة على النار. أول ما الشربات يغلي انزل بنص ليمونة كبيرة او ليمونة صغيرة معصورة و3 دقايق واقفل على الشربات. نيجي بقى للكنافة. انا جايبة نص كيلو كنافة. انا بحب اسيب الكنافة في الفريزر لحد ما تتجمد، افركها بايدي بعد كده او بسكينة او احطها في كبة عشان افرمها. بعد كده انزل بنص كوباية سكر بودرة على الكنافة واقلب السكر كويس جدا مع الكنافة، واتأكد ان كل كنافة فيها من السكر البودرة. بعد كده انزل بالسمن، حوالي كوباية سمنة متسيحة. ما ينفعش انزل بالسمنة الاول عشان اعرف اقلب كويس السكر مع الكنافة. طبعا بقلب السمنة كويس جدا مع الكنافة. دلوقتي هدهن الصينية اللي هستخدمها بالسمن بالشكل ده، وبعد كده انزل باكتر من نص الكنافة عشان املى الصينية وكمان اطراف الصينية. وبعد كده بستخدم اي كوباية عندي واضغط جامد جدا على الكنافة بحيث اسويها كويس جدا. دلوقتي هعمل الكريمة. انا هستخدم 4 كوبايات من اللبن، 3 كوبايات هحطهم في الحلة وكوباية في طبق، واحط عليه نص كوباية نشا واقلب النشا مع الحليب كويس جدا، وهحط عليه كمان نص معلقة صغيرة من الفانيليا واقلبها كويس جدا. هحط الحلة على نار متوسطة، واول ما اللبن يغلي انزل باللبن بالنشا على الحليب المغلي واقلب كويس جدا لحد ما يتقل بالشكل ده، وبعد كده اطفي عليه. انزل بالكريمة وهي سخنة على الكنافة، ولما اتأكد ان الكريمة بردت تماما وعملت طبقة متماسكة، احط الطبقة التانية من الكنافة واضغط كويس جدا بايدي بالشكل ده. احطها في الفرن على درجة حرارة 200، ولما احرف الصينية تحمر اقلب الكنافة الناحية التانية واسيبها في الفرن تاني لحد ما تحمر بالشكل ده وتطلع باللون الرائع اللي انتوا شايفينه. بعد كده انزل بالشربات والكنافة سخنة ولسه مطلعاها من الفرن. بصوا بقى الجمال، ولا الطعم خرافي بجد. جربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، مع السلامة.